هذا اللي يقول يصلي وزوجته تخرج بلا إذنه وتعمل بلا إذنه، وحينما أراد أن يمنعها أبوها أصر على أن تبقى تعمل وتخرج. فهذه علاقات أسرية بينكم. أنا لا أعطيك الفتوى ونقول لك لازم تحبسها رغما عنها ولازم تمنعها بالقوة. أنا نقول لك خروجها بلا إذنك فهي آثمة، فهي رب سبحانه عز وجل يغضب عليها، والملائكة عليهم الصلاة والسلام غاضبين ويلعنوها ما لم ترضى عنها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطب الزوجات عموما وخاطب واحدة ولكن من خلالها جميع الزوجات. قالت له يا رسول الله أنا زوجت إلى فلان، قال اعلمي أنه هو جنتك وهو نارك، يعني بطاعته ورضاه تدخلين الجنة، بمعصيته وسخطه تدخلين النار. لا تنفعك صلاتك ولا صومك ولا شيء ما لم يرضى عنك زوجك. فالوالدان رب سبحانه عز وجل في القرآن أكد في أكثر من آيات على ضرورة البر بالوالدين والإحسان للوالدين، لكن عندما يتعارض البر والإحسان للوالدين والبر والإحسان والطاعة للزوج تقدم طاعة الزوج. يعني هذا لما للزوج من حق على زوجته. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت آمرا أحدا بالسجود لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. فإذا هذه الزوجة راه ربي غاضب عليها والملائكة يلعنوا فيها ما لم يرضى عنها زوجها.